السلام عليكم. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنعرض بعض الأسئلة من كتاب نيوتن هنحلها سوا وهنشوف إيه الجديد في الكتاب. رغم إن سنة تالتة ثانوي دي آخر سنة في النظام القديم، إلا إن كتاب نيوتن طور نفسه بشكل كبير وملحوظ السنة دي. تعالوا نعرض الكتاب ونشوف المزايا اللي فيه. طبعا في آخر الكتاب بيبقى فيه حاجة كده زي كوبون ممكن تدخل من خلاله منصة وتشوف حل تفصيلي للأسئلة. مش كده وبس، ده انت ممكن تشترك في امتحانات. الامتحانات دي بتصحح الكتروني، والامتحانات دي عبارة عن مستويات. يعني كل ما تحل امتحان وتبقى درجتك فيه كويسة، تلاقي الامتحان اللي هيجيلك بعد كده مستواه اعلى، وهكذا. ودي حاجة كويسة جدا. كمان ممكن ان انت تشتري الكتاب من خلال تشتريه ككتاب الكتروني، وده بيبقى سعره مخفض. طيب تعالوا الأول نعرض الأسئلة اللي موجودة في الكتاب والجديد اللي فيه. وبالنسبة للكتاب دون، طلبة سألتني قبل ما أنا أحل: يا مس هتحل معانا كتاب نيوتن؟ وفي اقتراح ان يحدث تعاون بيني وبين الاستاذ يحيى عبد السلام احد معدي كتاب نيوتن، في ان احنا نحل الكتاب سوا على القناة مجانا للطلبة. وده هيتحدد بناء عن اراء الطلبة، هل فعلا انتم محتاجين ان احنا نكمل ونحل كتاب نيوتن ولا لا. ده هنتظر اشوفه في التعليقات. وبفكركم ان انا بحل كتاب الامتحان على اليوتيوب مجانا، بحل الجزئين الكهربية والحديثة مع بعض. اما في المحتوى الخاص بنحل كتاب التفوق وكتاب الخبير، ده غير الشرح ومحتوى الامتحانات كل جمعة. تعالوا نبدأ سوا نشوف الكتاب. اول حاجة جميلة في الكتاب ان هو بيعرفك الاسئلة هتيجي على انهي جزئية، ودي الطلبة بتحبها جدا. يعني الطلبة بيحبوا يعرفوا الافكار والاسئلة اللي بتيجي على الافكار دي. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الارشاد واحد عن التيار الكهربي واتجاهه، وبعد ما نخلص الارشاد ده هيجي لك الاسئله الخاصه بالجزئيه دي. وبالتالي لو في اي سؤال مش عارف تحله هترجع تاني للارشاد تشوف ايه اللي انت ما فهمتوش منه. تعال نشوف الاول بيقول لك ايه. التيار الكهربي هو فيض من الشحنات الكهربيه، الالكترونات الحره التي تمر في الموصل. فممكن حد هنا يكون عنده تساؤل: مش التيار الكهربي ده عبارة عن فيض من الشحنات، والشحنات دي ممكن تكون موجبة أو سالبة؟ ليه هنا في التعريف بيتكلم عن الشحنات السالبة، عن الإلكترونات الحرة، وما جابش إن ممكن تكون شحنة موجبة؟ هقوله لأن المواد ممكن تكون المادة صلبة زي سلك النحاس كده، وممكن تكون سائلة، وممكن تكون صورة غازات. فهنا لو هي هتبقى مادة صلبة زي أسلاك النحاس، بتبقى حاملات الشحنة اللي فيها إلكترونات حرة. يعني الإلكترونات الحرة هي التي تنتقل في السلك، وهي المسؤولة عن مرور التيار الكهربي. عشان كده بعد كلمة الإلكترونات الحرة راح قايل لك التي تمر في الموصل. وبالمرة بقى نحدد إن لو أنت كان عندك مادة سائلة، المادة السائلة في الظروف العادية لا توصل التيار الكهربي، لكن لو قدرت عن طريق ان انت تأين السائل بيقدر يوصل عن طريق الايونات الموجبة والايونات السالبة. بالنسبة للغازات برضو في الصورة العادية لا توصل التيار الكهربي، لكن عن طريق تفريغ كهربي وظروف معينة ممكن يوصل التيار الكهربي بإيه بقى؟ بالأيونات الموجبة والأيونات السالبة والإلكترونات الحرة. طيب تعالى نتكلم على أنواع التيار الكهربي. في تيار مستمر ثابت الشدة والاتجاه بمرور الزمن بنحصل عليه من البطاريات. بطارية بتبقى حاجة زي كده، عبارة عن عدة أعمدة كهربية متصلة مع بعضها البعض، بيكونوا حاجة اسمها البطارية. بيبقى ليها قطب سالب وقطب موجب. بيكون معاك أسلاك توصيل بين السالب ودي الموجب، وعايز مثلا ان انت تمرر تيار كهربي ينور المصباح، هتلاحظ ان المصباح فيه برضو سالب وموجب. فانت بتوصل الطرف السالب بالسالب والطرف الموجب بالموجب، هيحدث إضاءة للمصباح. المصباح هنا يعني إنارته سببها التيار البطارية اللي احنا بنسميه تيار مستمر ثابت الشدة والاتجاه. وده ممكن نرمز له في الدوائر بالشكل ده، ان مهما عدى الزمن التيار قيمة ثابتة. وفي تيار متردد زي اللي بيكون مصدره جاي من الدينامو، زي مثلا ده كده دينامو. ده دينامو. الدينامو ده فيه بتتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. أدي المصباح دليل على إن في كهرباء هتعدي ولا لأ. وبعدين هنا لو احنا بصينا كده مثلا، مش عارفة انتوا شايفينها ولا لأ،
يعني ممكن من خلال الإضاءة، هتلاقي الإضاءة ما هياش ثابتة، الإضاءة يعني بتروح وبتيجي، ودي عبارة عن الدينامو اللي هو تياره متغير الشدة والاتجاه اللي هو متحدد بالرسمة دي. تعالوا نتكلم عن اتجاه التيار الكهربي. الاتجاه يعني احنا عندنا مثلا هنا ادي بطارية، البطارية دي ليها قطب سالب، ده كده سالب وده موجب، وادي الاسلاك التوصيل، وفي الدايرة مقاومة كهربية. لو انا زودت كده المقطع بحيث ان احنا تقريبا كده نشوف ايه اللي بيحصل اثناء مرور التيار الكهربي. طبعا العلماء قالوا ان في شحنات بتتحرك جوه السلك، بس ما كانوش عرفوا الشحنات دي انها الكترونات. هي الحقيقه اللي بيتحرك جوه السلك زي ما احنا اتفقنا في الاول هي الالكترونات الحره، بس في الاول العلماء ما كانوش يعرفوا ان اللي بيمشي جوه السلك هو الالكترونات الحره. علشان كده هم قالوا ان في حركه للشحنات، ولكن كانوا بيعتقدوا انها شحنات موجبه. وادام في شحنه موجبه، تفتكر الموجب يتحرك ازاي؟ لو الشحنة دي موجبة هتتنافر مع القطب الموجب للبطارية، فتندفع من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج البطارية، لكن داخل البطارية هتكمل المسار المغلق، هتتحرك من السالب للموجب. طيب يبقى دلوقتي حركة الشحنات من الموجب للسالب ولا من السالب للموجب؟ على حسب انت عايز بتسأل على انهي جزئية، خارج المصدر ولا داخل المصدر. لو خارج المصدر الاتجاه التقليدي، الاتجاه الاصطلاحي، الاتجاه اللي اتفق عليه العلماء قديما، ان اللي بيتحرك جوه السلك الشحنات الموجبه، والشحنات الموجبه بتخرج من القطب الموجب وتذهب الى القطب السالب خارج البطاريه او المصدر، وداخل المصدر بتتحرك من السالب للموجب. ودي مهمه جدا عشان هتيجي عليها اسئله. اما الاتجاه الالكتروني والفعلي، ان اللي بيتحرك جوه السلك هو الالكترونات، فالمفروض لو الالكترونات هتتحرك، الالكترونات دي سالبه، هتتنافر مع انهي قطب؟ هتتنافر مع القطب اللي سالب اللي زيها، فتندفع من القطب السالب الى القطب الموجب خارج المصدر، وداخل المصدر تكمل المسار من الموجب الى السالب. يبقى احنا هنا بنتكلم على اتجاه التيار الكهربي. اتجاه تقليدي للتيار الكهربي حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب للقطب السالب خارج المصدر. والاتجاه الفعلي للتيار الكهربي اتجاه حركة الإلكترونات من القطب السالب للقطب الموجب خارج المصدر. واتجاه التيار عكس اتجاه حركة الإلكترونات. يبقى هنا كلمة تيار مجرد كلمة تيار نقصد بيه حركة الشحنات الموجبة، لكن لما يكون عايز الاتجاه الفعلي لازم يقول لك حركة الإلكترونات أو الاتجاه الإلكتروني. تعالوا نبدأ الأسئلة. بيقولك في الأنبوب المملوء بالماء تقوم المضخة بتزويد المية بالطاقة بما يسمح له بالتدفق في الأنبوب، فإذا قارنا هذا الشكل بدائرة كهربية، ما هو عنصر الدائرة الذي يشبه المضخة والصمام والإسفنج؟ عجبني أوي السؤال ده، لأن السؤال ده هيكون معيار الطالب يظبط عليه. بمعنى إيه؟ إن إحنا عندنا الكهربية اللي تدرسها في منهجك كهربية تيارية. تيار الكهرباء يشبه لحد كبير تيار المية، فلو انت عندك سؤال مش قادر تحدد اجابته، تخيل ان الكهرباء دي عبارة عن مية، سلوك المية هو هيبقى سلوك الكهرباء. طيب فعشان كده جاب لك مضخة وجاب لك صمام وجاب لك اسفنجة. فيا ترى لو حبيت تشبههم كده بالعناصر الموجودة في دايرة كهربية، المضخة دي هتكون مين؟ اكيد المضخة دي هتكون بطارية، البطارية يا اما ب يا اما ج. طب والصمام؟ الصمام ده بيسمح باتجاه ان المية تعدي او ما تعديش، فيبقى الصمام هنا شبه المفتاح، يبقى الصمام هنا هيكون مفتاح. طيب والاسفنجة؟ للأسف الاسفنجة هتعطل مرور التيار، لأنها هتأخذ جزء من الاندفاع التيار ده أو من المية اللي بتندفع، علشان خاطر هي ايه بقى تخزنها بين جزيئاتها. يعني هي هتاخد جزء من المية دي وتمتصها، وبالتالي هي هتعطل مرور المية الجهة الأخرى. لكن هتعدي المية هتعدي، ولكن بعد امتلاء الاسفنجة وهناخد هيتبذل شغل علشان خاطر المية دي تعدي، فبالتالي الاسفنجة هنا هي المقاومة. يبقى الإجابة هتكون ب، إن المضخة هي البطارية والصمام هو المفتاح والاسفنجة هي المقاومة. سؤال جميل فعلا، ومهم الطالب يبدأ يبني مفاهيمه صح، يعني زي تبني المفاهيم بتاعتك صح وتبقى عارف تتخيل الدائرة الكهربية. نشوف السؤال اللي بعده. الشكل يمثل بطارية متصلة مع مقاومة أمية،
ايه في العبارات دي هيكون مكتوبة بطريقة صحيحة؟ توفر البطارية الطاقة اللازمة لحركة الشحنات. دي عبارة صحيحة لأن البطارية هي مصدر للطاقة، وشبهناها من شوية في السؤال اللي فات بأنها المضخة. فالبطارية ليست مصدر للإلكترونات، لأن الإلكترونات موجودة بالفعل في السلك، ولكنها مصدر للطاقة. مصدر للطاقة اللي بتدفع الشحنات في اتجاه زي ما احنا حددناه. طيب يمر التيار في الدايرة في الاتجاه واحد. هو هنا انهي اتجاه؟ ممكن طالب يسأل قالك انهي اتجاه، استراحي ولا الكتروني؟ ادام قالك يمر تيار وسكت يبقى يقصد الاتجاه الاستراحي. يبقى كلمة يمر تيار المقصود منها الاتجاه الاستراحي. في الاتجاه واحد المفروض ان الشحنات الموجبة هتتنافر مع القطب الموجب فتخرج من القطب الموجب، يعني الاتجاه 2 وليس الاتجاه واحد. يبقى الاتجاه واحد ده خطأ. طب تتحرك الالكترونات، المفروض ان الالكترونات دي سالبة فهتتنافر مع القطب السالب وتندفع من القطب السالب الى القطب الموجب خارج المصدر، يعني في الاتجاه واحد. هو بيقول لي في الاتجاه 2 فده خطأ. يبقى العبارة الصحيحة هي العبارة الأولى فقط، يعني الاختيار هيكون ألف. السؤال اللي بعده، فيه الشكل الذي أمامك أي اختيار يعبر عن اتجاه التيار التقليدي داخل البطارية في الدايرة واحد، واتجاه التيار الفعلي في داخل البطارية في الدائرة 2. يبقى هو بيسأل في الدايرة واحد أهي عن اتجاه التيار التقليدي داخل البطارية. التيار التقليدي قلنا خارج البطارية من الموجب إلى السالب، لكن داخل البطارية من السالب للموجب، يعني من واي لإكس. من واي لإكس أهي ومن واي لإكس أهي. طيب والاتجاه الفعلي في البطارية في الدايرة 2، الاتجاه الفعلي هو حركة الإلكترونات. الإلكترونات بتتحرك خارج البطارية من السالب إلى الموجب وداخلها من الموجب إلى السالب، يعني من زد ال من زد ال أهي. يبقى الاختيار الصحيح هيكون د. السؤال اللي بعده، في محلول إلكتروليتي تتحرك الأيونات الموجبة من اليسار إلى اليمين. معانا أيون موجب بيتحرك من اليسار إلى اليمين، وتتحرك الأيونات السالبة من اليمين إلى اليسار. فإن التيار الكهربي المحصل يكون إيه؟ طيب هنا حركة الأيونات الموجبة تمثل الاتجاه الاصطلاحي حركة التيار، أما حركة الأيونات السالبة تمثل الاتجاه الإلكتروني الفعلي. فعشان نتعامل بالتيار الكهربي اللي هو احنا اعتبرنا ان كلمة تيار يعني اتجاه اصطلاحي، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنظبط اتجاه الاصطلاحي بس، يعني هنتكلم عن حركة الشحنات الموجبة. فالموجب هنا بيتحرك جهة اليمين، والسالب بقى هنعكس الشحنة السالبة هنخليها موجبة، بس بشرط نعكس الاتجاه. يعني بدل ما هو رايح جهة اليسار لا هيروح جهة اليمين. وبكده انا خليت هنا ده اتجاه اصطلاحي بالفعل، وده ظبطته بحيث ان انا اعرف اتجاهه الاصطلاحي. فاصبح على الشحنتين دول ان اتجاههم التيار او اتجاه الاصطلاحي بيتحركوا من فين لفين، من اليسار لليمين، يعني جهة اليمين اتجاهه لليمين، فتبقى الاجابة ب. السؤال اللي بعده بيقول لك ساق نحاسية متجانسة منتظمة المقطع تم توصيلها في دائرة كهربية بحيث يمر بها التيار كما بالشكل، وبإجراء معين لم يتم توضيحه بالصورة قمنا بتسخين الجزء الأوسط سي دي. ده كده تم رفع درجة حرارته دونا عن بقية الأجزاء بانتظام. فإن توزيع درجة الحرارة على الأجزاء الثلاثة للساق يكون إيه؟ علما بأن الإلكترونات في مادة النحاس تنقل الحرارة في نفس اتجاه حركتها. طيب هنا السؤال المقصود منه ان زي ما سلك النحاس جيد التوصيل للكهرباء فهو جيد التوصيل للحرارة، فالحرارة هو يقدر يوصلها، بس هو هنا اشترط عليك شرط معين ان الحرارة هتنتقل في اتجاه الالكترونات، وبيحاول هنا يربط بين نقل الحرارة وبين الاتجاه الالكتروني للتيار الكهربي. لازم تبقى عارف الالكترونات بتتحرك في انهي اتجاه، لان هنا الحرارة هتنتقل في اتجاه الالكترونات. اقرا كده، فالالكترونات في مادة النحاس علما بان الالكترونات في مادة النحاس هتنقل الحرارة في نفس اتجاه حركتها، فالحرارة هتنتقل من فين لفين؟ طيب الالكترونات هتتنافر مع القطب السالب فتتحرك من السالب تروح للموجب، فده حركة الالكترونات وفي نفس الوقت حركة الحرارة. فالصاج دي تعتبر باردة، الصاج دي هي اللي تم تسخينها
فالحرارة بتاعتها هتنتقل في هذا الاتجاه، يعني هتروح لسي اي، وبالتالي الحرارة هتنتقل هنا، وبعد سي اي تروح لمين؟ لبي دي. يبقى اول حد هيبقى درجة حرارته عالية جدا هيبقى السي دي، هيبقى اعلى من اللي جنبه اللي هو ايه؟ اي سي، وبعد كده تنتقل الحرارة الناحية دي، وبعدين اخر حاجة الدي بي. يبقى احنا هنقول الإجابة هتبقى السي بي هي الأعلى في الحرارة، والبي دي هي الأقل في الحرارة، وإيه سي متوسطة. يبقى الإجابة هتكون جيم كنقل للحرارة وليس للقدرة الحرارية، لأن لو هنتكلم على القدرة الحرارية هيبقى فيه كلام تاني. السؤال اللي بعده فيه الشكل المقابل أي الأشكال البيانية الآتية تمثل العلاقة بين شدة التيار المار في المقاومة R والزمن. ده التيار خارج من بطارية فتيار مستمر، والتيار المستمر بيبقى ثابت الشدة والاتجاه، يعني الاختيار ألف. ما هو يا إما ألف يا إما دال. ألف بيجي من بطارية ودال بيجي من دينامو، ودي بطارية، يبقى إجابتك هتكون ألف. تعالوا نشوف الإرشاد 2. شدة التيار الكهربي تحسب كمية الشحنة الكهربية من العلاقة الكيو بتساوي ان في اي، حيث الاي شحنة الإلكترون وتساوي 1.6 في 10 أس سالب 19. يبقى أول قانون عندنا اللي هي الكيو كمية الشحنة الكهربية عبارة عن ان في اي، عدد من الإلكترونات. كمية الكهربية عبارة عن عدد من الإلكترونات. تحسب كمية الكهربية من خلال رسم بياني بين شدة التيار والزمن بإيجاد المساحة تحت المنحنى. يقصد ايه؟ يقصد لو معاك علاقة بيانية بين الاي والزمن، وانت عارف مثلا هيكون الرسمة ولنفترض بالشكل ده، ادي هي علاقة بين الاي والتي. لو طلب منك الكيو فانت هتكتب القانون، الكيو بتساوي اي في تي. الاي عبارة عن كيو على تي، يبقى الكيو هتساوي اي في تي. الاي دي تمثل على الرسم البياني محور الصادات، والتي تمثل محور السينات. وادام عندك هنا عشان نحصل على الكيو لازم نضرب الصادات في السينات، فدي بنسميها المساحة تحت المنحنى. المساحة تحت المنحنى، فانت تنظم المنحنى ده بحيث تجيب مساحته ازاي؟ عندك هنا مستطيل وعندك هنا مثلث، تجيب مساحة المستطيل وتجمعها مع مساحة المثلث، يبقى انت جبت المساحة تحت المنحنى اللي هي تمثل حاصل ضرب الصادات في السينات اللي هي هنا بقيمة كيو. تمام. وكمان بيقولك ان الاي عبارة عن كيو على تي، واقدر افك الكيو لان في اي على تي. طيب لو عندك شحنة بتدور، لو في شحنة كهربية بتدور في مسار دائري، ساعتها الاي هتساوي الكيو الزمن اللي هتستغرقه الشحنة عشان تتم دورة كاملة، هيبقى زمن دوري. وبالتالي سوف يقول القانون لي الكيو في 1 على التي. 1 على التي ده مقلوب الزمن الدوري اللي هو التردد، يبقى هتبقى كيو في اف. يبقى ادي صورة من الصور للتيار في حالة ان في شحنة بتمر في مسار دائري، وممكن تفك الكيو مع امكانية فك الكيو لان في اي. ضيف على كده نرجع تاني ان الاي بيساوي كيو على التي. التي دي اللي هو الزمن، انت عندك السرعة بتساوي المسافة على الزمن، فتقدر تسيب الكيو زي ما هي وتشيل الزمن وتكتب مكانه مسافة على سرعة. مسافة اهي على سرعة، مقام المقام بسط. ممكن المسافة دي تبقى طول السلك لو كانت الشحنة بتمر في سلك، يعني تبقى كيو في على ال. وممكن تبقى المسافة دي محيط الدايرة لو الشحنة بتمر في مسار دائري، وده اللي احنا هنعمله. ادي كيو في والمسافة محيط 2 باي ار. ادي قانون كمان خاص بالشحنات اللي بتمر في مسار دائري. تمام. ومع امكانية فك الكيو لان في ايه. قالك ان الاف ده التردد، والار نصف قطر المسار، والفي سرعة تحرك الشحنات والالكترونات. لو انت حبيت تعرف قيمة التيار عن طريق جهاز اسمه الاميتر، وبيستخدم لقياس شدة التيار الكهربي، بيتوصل في الدايرة على التوالي، وتقاس شدة التيار ب1 امبير، والامبير بيكافئ كولوم على الثانية، وينفع نقول كولوم في هرتز. جت منين؟ ما انتهي الاف في كيو، الكيو كولوم والتردد بالهرتز، فينفع نقول كده كولوم دي سي، كولوم في هرتز.
السؤال السابع في الدائرة الموضحة: إذا كانت قراءة الأميتر هي 60 ملي أمبير، يعني شدة التيار عبارة عن 60 وملي نضرب في 10 أس سالب 3، فإن اتجاه حركة الإلكترونات داخل المصباح وكذلك عدد الإلكترونات المرة في فتيلة المصباح خلال معاك زمن 3/10 كيلو ثانية، كيلو نضرب في 10 أس 3. هو إيه؟ عايز عدد الإلكترونات. طيب هو بيتكلم عن اتجاه حركة الإلكترونات داخل المصباح. المصباح ده خارج المصدر، فالإلكترونات بتتحرك ازاي؟ بتخرج من القطب السالب تروح للقطب الموجب وبتمر على المصباح، لأن المصباح خارج المصدر. يعني من بي لإيه؟ من بي لإيه أهي، ومن بي لإيه أهي. قيمة بقى الإلكترونات عددها، يعني هنقول اي بيساوي ان في اي على التي. تعال نجيب الان في طرف، يبقى الان هتساوي اي في تي على الاي. الاي اللي هي 60 في 10 أس سالب 3 في التي اللي هي 3/10 في 10 أس 3 على الاي اللي هي 1.6 في 10 أس سالب 19. هيطلع معاك الناتج ب1.125 في 10 أس 20. تعال نبص في الاختيارات، هنلاقي الاختيار الصحيح هيكون د. السؤال اللي بعده: الشكل المقابل يوضح مرور شحنة كهربية عبر مقطع موصل خلال نفس الزمن، فإن العلاقة الصحيحة بين التيارات التلاتة هي إيه؟ أدام الزمن واحد يبقى الكيو الأكبر هتعمل تيار أكبر. طب أجيب الكيو الأكبر إزاي؟ عشان تجيب محصلة الشحنات لازم تبقى الشحنات دي يا تكون كلها موجبة يا تكون كلها سالبة، يعني لازم توحد لي شحنات. طب إزاي؟ يعني مثلا لو أنا حبيت أخلي الشحنات كلها موجبة، أعمل إيه في سالب كيو دي؟ تخليها موجب بس تعكس اتجاهها. يعني إيه؟ يعني دي تخليها موجب كيو بس يكون اتجاهها العكسي، وبالتالي انت معاك هنا شحنتين، دي موجبة ودي موجبة وفي نفس الاتجاه، فمحصلتهم تبقى جمع كيو و2 كيو يبقوا 3 كيو. طيب هنا الاتنين بالموجب، يبقى خلاص الاتنين بالموجب تشوف لو اتجاههم في اتجاه واحد تجمعهم، لو عكس بعض تطرحهم. او دام الاتنين بالموجب في اتجاه واحد يبقى تجمعهم، يبقى هنا 2 كيو. طيب هنا لا، نوحد الشحنات، واحدة سالبة وواحدة موجبة، يا خليهم كلهم موجب يا كلهم سالب. طب هخلي دي موجبة بس تعكس اتجاهها، ماشي، عكست اتجاهها، اصبح معاك كيو وكيو في اتجاه واحد، يبقى تجمعهم يبقى هنا 2 كيو. يبقى انت عندك هنا اي 3 هتبقى اكبر من اي 2، واي 2 بتساوي اي 1. اي 3 اكبر من اي 1 بتساوي اي 2، يبقى الاجابة به اجابة صحيحة. السؤال اللي بعده: يحتوي أنبوب تفريغ كهربائي على أيونات موجبة وأخرى سالبة، فإذا كانت شدة التيار الكهربي المار عبر المقطع العرضي اس الأنبوب خلال فترة زمنية قدرها، معاك فترة زمنية يعني زمن تي على 2 تساوي 10 كيو على تي. يا ترى ال10 كيو على تي ده ايه؟ ده معدل سريان الشحنات، يعني الكيو على الزمن ده كده التيار، الاي بيساوي كيو على تي، فبالتالي ده كده التيار الاي عبارة عن 10 كيو على التي. وفرض ان كمية الشحنة الناتجة عن الايونات السالبة، يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ التيار الكلي. ممكن اجيب من التيار الكلي الشحنة الكلية، والشحنة الكلية دي هتكون المحصلة بتاعت الايونات الموجبة والايونات السالبة. فتعال الاول نجيب الكيو توتال، هتبقى عبارة عن الاي في التي. الاي اللي هي 10 كيو على التي في تي على 2، التي هتروح مع التي هيطلع الناتج 5 كيو، يبقى الشحنة الكلية 5 كيو. طيب هو بيقول لي انا معايا منها ايونات سالبة عبارة عن سالب 3 كيو، يبقى الكمية شحنة الايونات الموجبة اللي بتمر بتساوي كام؟ طيب احنا عندنا الانبوبة اهي، فيها هنا طرف موجب وفي طرف سالب. الايونات، خلينا في الشحنات السالبة، بتتنافر مع السالب وبتتجه ناحية الموجب. قيمتها كام؟ قيمتها سالب 3 كيو. والايونات الموجبة بتتنافر مع الموجب وبتتجه ناحية السالب. دي كده الايونات الموجبة، تمام. طيب مقدارها قد ايه؟ هو عايز يعرف، فانا هسميها كيو داش. يبقى المحصلة بقى محصلتهم ديا وديا كام؟ 5 كيو. طب هنعمل ايه عشان نجيب المحصلة؟ انت عايز الايونات، كمية شحنة الايونات الموجبة، فانا دلوقتي عايزة اخليهم كلهم شحنات موجبة. فهتعمل ايه؟ ادي الانبوبة تاني اهي، وادي الطرف السالب وادي الطرف الموجب. انا هعمل ايه؟ هخلي الايونات الموجبة اللي هي مجهولة
في نفس اتجاهها، ولكن هعكس الأيونات السالبة وغير إشارتها، يعني هعتبرها كأنها موجب 3 كيو واتجاهها أعكسه، وبالتالي هيبقى عندي الكيو توتال طلعت بقى الأيونات الموجبة مع نفس الاتجاه لما عكسته، فدول يتجمعوا هيبقى عبارة عن 3 كيو زائد كيو اللي هي داش اللي هي شحنة الأيونات الموجبة. يبقى الكيو داش هتساوي الكيو توتال بكام؟ ب5 كيو، هوديلها ال3 كيو بإشارة مخالفة، هيكون الناتج 2 كيو. يبقى الإجابة هتكون ألف. السؤال اللي بعده، الجدول يوضح العلاقة بين كمية الكهربية المرة خلال مقطع معين من موصلين K و L وزمن مرورها، تكون النسبة بين IK ل IL. عايزين نعمل نسبة للتيار، فنيجي هنا نكتب قانون التيار. الI بتساوي Q على T. الكيو مختلفة في الموصلين وكمان الزمن مختلف، فلما نيجي نعمل نسبة المطلوب IK على IL هنعمل النسبة بمكونين. الكيو وهي في البسط يبقى طردي، يبقى قدام IK نكتب QK وقدام IL نكتب QL. في لسه في مكون آخر اللي هو الزمن، بس الزمن في المقام يبقى عكسي، قدام IK نكتب TL وهنا نكتب TK ونعوض. QK لما هنعمل نسب خلي بالك دي نفس الوحدة ودي نفس الوحدة، فبالتالي احنا مش محتاجين نحول. QK 200 وبالنسبة ل L 40 وTL هتبقى 2 وTK 1، هيطلع معاك الناتج 10 لواحد. 10 لواحد يعني الإجابة هتكون ب. السؤال اللي بعده، بطارية سيارة مدون عليها 80 أمبير في الساعة، فإن وحدة القياس أمبير في الساعة دي تمثل وحدة إيه؟ طيب تعال نكتب الوحدة أمبير في الساعة. تعالى نحول الوحدة لكمية فيزيائية. يعني الأمبير ده بيقيس إيه؟ بيقيس شدة التيار اللي هي رمزها إيه؟ آي. طيب والساعة ده رمز إيه؟ رمز الزمن اللي هو التي. طب ما الآي في التي هي الكيو، يبقى دي تمثل وحدة قياس الشحنة الكهربية، يعني الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل سلكين، سلك واحد وسلك 2 يمر بكل منهما تيار كهربي، عايز النسبة بين شدة التيار في السلكين. انت عارف ان شدة التيار عبارة عن كيو على تي، والكيو هنا محور الصادات والتي محور السينات، واحنا لازم نقسم الصادات على السينات اللي هو الميل، وميل الخط ممكن يحسب بتان الزاوية. فلو احنا عايزين هنا اي 1 على اي 2 يبقى هنقول الميل ميل 1 على ميل الخط 2. تمام. الواحد بيميل بزاوية كام؟ واحد يميل بزاوية 45 على الأفقي، يبقى اي 1 على اي 2 هتساوي تان 45، واتنين بيميل بزاوية 22.5 على تان 22.5، هيطلع معاك النسبة 2.4، يعني الإجابة ج. السؤال اللي بعده، الشكل الذي أمامك يبين العلاقة بين كمية الشحنة كيو المرة في الموصل وزمن المرور بالثانية، فإن عدد الإلكترونات التي تمر خلال مقطع من الموصل في زمن قدره دقيقة. البيانات المعطى في المسألة الزمن دقيقة يعني 60 ثانية. طب والمطلوب عدد، وممكن اجيب من الرسم البياني التيار، شدة التيار، لان الاي عبارة عن كيو على تي، كيو ب5 والزمن اللي قصادها ب1، يبقى 5 على 1 ب5، ومفيش اي تحويلات في المحاور. طيب ما انت عندك الاي بتساوي ان في اي على تي، لو انت عايز الان في طرف يبقى الان هتساوي اي في تي على الاي. الاي اللي هي كام؟ 5 والزمن اللي هو 60، وشحنة الإلكترون 1.6 في 10 أس -19، هيطلع معاك 1.875 من 1000 في 10 أس 21، يعني الاختيار الصحيح هيكون ألف. السؤال اللي بعده، الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين شدة التيار اي المار في موصل وزمن مروره، فتكون العلاقة بين كمية الشحنة الكهربية خلال المراحل A و B و C كالآتي. طيب احنا الأول نكتب قانون الشحنة، هو طالب الشحنة. الكيو دي عبارة عن اي في تي، الاي دي محور صادات والتي دي محور سينات. لما يكون المطلوب عبارة عن ضرب الصادات في السينات ده بنسميه المساحة تحت المنحنى، فعشان تجيب كيو اي هتجيب لي المساحة تحت الخط ده، ممكن نظللها لحد ما نوصل كده لمحور السينات عشان نعرف نجيب مساحة ايه. مساحة المثلث ده هيبقى نص القاعدة ب1 بنص في 1
في الارتفاع من هنا لحد هنا 2، هيبقى الناتج 1. وكيو بالنسبة للمرحلة بي عبارة عن المساحة دي. المساحة دي عبارة عن ايه بقى؟ الضلع الطول في عرض من 1 ل2، ادي 1 وده 2، يعني 1 في 2 ب2، 1 في 2 ب2. نجيب بقى المساحة تحت المنحنى في المرحلة سي. هنا اوعى تفتكر مثلث بس، لا، هتنزل لحد ما توصل لمحور السينات، الجزء ده. فالجزء ده ممكن نقسمه لمستطيل ومثلث. الحتة دي ماسكة من كام لكام؟ من 2 ل3، ادي 1، والارتفاع 2، يبقى 1 في 2 زائد المثلث ده هنجيب مساحته نص القاعدة، الجزء ده 1 في الارتفاع اللي هو من 2 ل4 2. طيب يبقى انت معاك هنا 2 ومعاك هنا 1، هيبقى 3. يبقى عندك كيو سي اكبر حاجة، وراها كيو بي، واخر حاجة كيو اي. كيو سي اكبر حاجة، وبعدين كيو بي، وبعدين كيو اي، يبقى الاجابة هتكون د. السؤال اللي بعده، الشكل يوضح شحنة كهربية قدرها، يبقى معاك الكيو 10 ملي كولوم. عشان ملي هنضرب في 10 أس -3 عشان نحولها لكولوم. تتحرك في مسار دائري نصف قطره الار 1 على باي بالمتر، مش محتاجة تحويل. فإن شدة التيار الناتج عن هذه الشحنة بيساوي ايه؟ وعلى الرسم موجود السرعة 8 متر على الثانية. طيب احنا هنستخدم قانون ان الاي بيساوي كيو في على المحيط 2 باي ار، وشرحناها في افكار قبل المسائل دي، ممكن ترجع لها لو انت نسيتها. كيو في على 2 باي ار. تعال نعوض الكيو بقيمة 10 في 10 أس -3، والسرعة 8، وادي 2 وادي الباي، والار ب1 على باي. دي هتطير مع دي، وهيبقى عندك 40 في 10 أس -3 أمبير. يعني لو عايزها بالملي اضرب في 1000، يبقى 40 ملي أمبير. 40 ملي أمبير، يعني الإجابة هتكون ب. السؤال اللي بعده، الجدول يوضح جسمين كي وال يحملين شحنتين 2 كيو 3 كيو يدوران في مسارين دائريين بتردد اف و2 اف. عايزين النسبة بين شدة التيار اي كي على اي ال. التيار ممكن نجيبه بضرب الكيو في الاف، ودي احنا قلناها في الافكار. تعال بقى نقول ان احنا عايزين نعمل نسبة اي كي على اي ال. ما عنديش مقام، كله في البسط، يبقى العلاقات طردية، يعني كيو هتبقى كيو كي على كيو ال، ولسه في مكون اخر اللي هو التردد برضو طردي، يعني اف كي على اف ال. تعال نعوض كيو كي ب3 كيو، وكيو ال ب2 كيو، وتردد كي باف، وتردد ال ب2 اف. دي هتروح مع دي ودي مع دي، يبقى الناتج 3 على 4. 3 على 4 يعني الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده، حلقة من مادة غير موصلة، نصف قطرها ار موزع عليها بشكل غير متساوي شحنات كهربية مقدارها كيو، فإذا دارت بسرعة زاوية فإن شدة التيار الكهربي المكافئ تساوي ايه؟ طيب احنا هنقول ان الاي بتساوي كيو على التي، والتي هنفكها لمسافة على سرعة، يعني 2 باي ار على الفي، مقام المقام بسط. الفي على ار دي الاوميجا، يعني كيو اوميجا على 2 باي. يبقى احنا كده هندور على كيو اوميجا على 2 باي، هنلاقي الاجابة كيو اوميجا على 2 باي، هتبقى الاجابة ج. السؤال اللي بعده، شحنة كهربية مقدارها 4 ملي كولوم تدور في مسار دائري، والرسم البياني يعبر عن علاقة بين شدة التيار ومقلوب محيط المدار. تكون سرعة تحرك الشحنة الكهربية بيساوي ايه؟ تعال نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي. الاي بتساوي كيو في على المحيط 2 باي ار. هنشطب على الصادات اللي هي الاي، وهنشطب على السينات اللي هي 1 على 2 باي ار. ما تبقى هو الميل، معامل السينات هو الميل، يبقى الميل هيبقى عبارة عن كيو في في. تمام. طيب الميل هناخد نقطة على النقطة اللي قصادها، ادي الاربعة، بس الاربعة دي بالملي فنضربها في 10 أس -3 على النقطة اللي قصادها اللي هي الواحد، بس مضروب في 10 أس -6، في 10 أس -6 هيساوي الكيو في الفي. الشحنة مقدارها 4 ملي كولوم، يبقى ادي 4 في 10 أس -3 في الفي. طيب دي كده هتطير مع دي، وهيبقى عندك هنا الفي
بتساوي 1/1 في 10 أس-6. دي السرعة، يعني السرعة هتساوي 10 أس-6 متر على الثانية، يعني الإجابة هتكون ب. هنروح على فرق الجهد وهنشوف بعض الإرشادات. يحسب فرق الجهد. فرق الجهد بيبذل شغل عشان ينقل شحنة، دبليو على كيو. وادي الدبليو ممكن نفك الكيو لآي في تي، وممكن نفك الكيو لإن في إي. جهاز الفولتميتر يستخدم لقياس فرق الجهد بين نقطتين ويتوصل في الدايرة على التوازي. التيار الكهربي بيمر في الموصل من النقطة الأعلى في الجهد إلى النقطة الأقل في الجهد، وفرق الجهد يقاس بوحدة الفولت، والفولت دي بتكافئ جول على كولوم. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. بيقولك فرق الجهد بين نقطتين عندما يلزم بذل شغل، معاك الورك ب3 جول لنقل كمية كهربية الكيو 10 كولوم. فعايز فرق الجهد، نقول له فرق الجهد بيبذل شغل عشان ينقل شحنة 3/10 ب3/10 فولت، يعني الاختيار هيكون ألف. السؤال اللي بعده، النسبة بين فرق الجهد الكهربي بين الطرفي الأول 1 إلى فرق الجهد بين طرفي التاني 2. يعني فرق الجهد بالنسبة للخط 1 لفرق الجهد بالنسبة للخط 2، والعلاقة بين الدبليو والكيو. فأنت عندك فرق الجهد المطلوب عبارة عن دبليو على كيو، ودبليو ده صادات والكيو سينات، فهي طالبة معاك قسمة الصادات على السينات يعني الميل. فعشان تجيب فرق الجهد V1 على V2 هتجيب ميل 1 على ميل 2. ميل واحد يميل على الأفق بزاوية 30 و30 60، يبقى هنا تان الزاوية تان 60، وده يميل بزاوية 30 بس يبقى تان 30. هيطلع معاك النسبة 3/1، يعني الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده، الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الشغل المبذول وعدد الإلكترونات التي تمر عبر نقطتين فرق الجهد بينهم. يبقى معاك معلومة فرق الجهد إنه ب5 فولت. عايز قيمة إكس. طيب تعالى الأول معاك رسم بياني، اكتب القانون بس بشرط اللي على الصادات قبل يساوي. الدبليو بيساوي في كيو. لو أنا عملت مثلث كده وقلت لك إن فرق الجهد بيبذل شغل عشان ينقل شحنة، فالدبليو عبارة عن في كيو. عشان تعرف الميل لازم تكتب اللي على الصادات قبل يساوي. عشان نعمل ايه بعد كده؟ نشطب على الصادات اللي هي الورك، ونشطب على السينات اللي هي مش موجودة، فلازم القانون يتطور شوية ويظهر فيه الان. طبعا الان عن طريق ان احنا نفك كيو، ادي الفي وادي الان في الاي، شلنا الكيو كان مكانها ان في اي. تعالى بقى نشطب على الصادات اللي هي الدبليو، ونشطب على السينات اللي هي الان. معامل السينات هو الميل، الفي في الاي هو الميل، يبقى الميل هيبقى عبارة عن الفي في الاي. تمام. الميل ده النقطة عن النقطة اللي قصادها، النقطة دي اللي هي اكس عن النقطة اللي قصادها اللي هي 2، بس 2 دي مضروبة المحور كله مضروب في 10 أس-20، يبقى هنا 10 أس-20 هيساوي فرق الجهد ب5 وشحنة الإلكترون قيمة ثابتة محفوظة 1.6 في 10 أس-19. تمام. عايزين قيمة الإكس في طرف، يبقى الإكس هيساوي الطرف المتصل، يعني 2 في 10 أس-20 في 5 في 1.6 في 10 أس-19، هيطلع معاك الناتج ب160، يعني الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل جزء من دايرة كهربية مغلقة يمر التيار من فين لفين. دي مقاومة يعني خارج المصدر، فالتيار بيمر من الجهد الأعلى للجهد الأقل. ال4 دي بالموجب والسالب4، يعني من الجهد اللي هو الموجب للسالب، يعني من K ل L، من K ل L، يعني الاختيار هيكون ألف، من الجهد الأعلى للجهد الأقل. ده الجزء الثاني من السؤال، وانا رسمته عشان مش نرجع نقلب الصفحة تاني، نفس السؤال اللي احنا شغالين عليه. طالب كمان حاجة، اذا كان الشغل مبذول لنقل كمية من الكهربية بين النقطتين K و L، يعني الدبليو بيساوي 32، يكون عدد الالكترونات المرة بين النقطتين هيساوي ايه؟ طيب احنا اتفقنا ان الورك بيساوي الفي في الكيو هفكها الان في ايه عشان هو عايز عدد الالكترونات، يبقى عدد الالكترونات هيبقى عبارة عن البعيد على القريب، يعني الورك على الفي في الاي. ماشي. الشغل بكام؟ ب32. طيب وشحنة الالكترون بكام؟ ب1.6 في 10 أس-19، اتفقنا انها قيمة ثابتة. فرق الجهد بكام؟ فرق الجهد بين مين ومين على حسب اتجاه السهم، يعني في كي ال. ليه ما اقولش في ال كي؟ لان التيار جاي من كي ورايح ل ال، جاي من الجهد الاعلى للجهد الاقل. طيب في كي ال بيساوي ايه؟ في كي جهد النقطة كي ناقص جهد النقطة ال. طيب جهد النقطة كي بكام؟ ب4، ودي ايه؟ دي السالب الموجودة في القانون،
وجهد النقطة ال بكام؟ بسالب 4. سالب في سالب بموجب، يبقى فرق الجهد 4 زائد 4 يطلع 8، يبقى ب8. هيطلع معاك الناتج ب2.5 في 10 أس 19. مش هتلاقيها موجودة خلاص، ممكن أقول 25 في 10 أس 18 تنفع. ولو عايز تتأكد اقسمهم على بعض، الناتج هيبقى 1. ليه؟ لأنه ده نفس الرقم ده. 25 في 10 أس 18، يعني الاختيار هيكون ده. السؤال اللي بعده يوضح الرسم البياني تغير التيار والجهد عبر محرك كهربي أثناء التشغيل، فإن إجمالي الطاقة الكهربية المستهلكة بواسطة المحرك خلال هذه الفترة بيساوي إيه، وعايزها بالكيلو جول. طيب الورك اللي هو يعتبر المطلوب، إجمالي الطاقة اللي هي الورك، عبارة عن في كيو. الرسمة الأولى هتتيح لنا إن احنا نجيب فرق الجهد. هتقولي فرق الجهد ده اللي هو 24 عند الزمن 16. هقولك لا، ده بيمثل ان الفرق الجهد ليس له علاقة بالزمن، وان قيمة ثابتة، سواء كان زمنك 4 هو ب24، 8 هو 24، وهكذا. يعني عايزة اقولك ان فرق الجهد بقيمة 24 فولت. طيب الكيو عبارة عن اي في تي. تمام. الاي هنا محور الصادات، والتي هنا محور السينات. يبقى عشان نحصل من الرسم البياني على الكيو محتاجين نضرب الصادات في السينات، ودي اسمها المساحة تحت المنحنى. والمنحنى ده هنقسمه لثلاث حاجات، لثلاث أقسام. أول حاجة أدي مستطيل، وبعدين في مثلث فوق، وفي مثلث في الجنب. فاحنا هنجمع المساحات دي كلها، وبكده يبقى احنا جبنا الكيو. يبقى الأول هنروح نجيب الكيو للمساحة تحت المنحنى. هناخد مثلا المستطيل ده كام في كام؟ الحتة دي كده 12، والارتفاع لحد 16. ماشي. زائد المثلث ده هنقول نص القاعدة اللي هي دي 12 في الارتفاع الجزء ده من 16 ل 24 ادي 8. والمثلث ده هنقول زائد نص القاعدة من 12 ل 6 ادي 4 في الارتفاع ده اللي هو لحد 16. بين اقواس وتحسبها هيطلع معاك 272. اوعى تدور على 272، لسه مش خلصنا المسألة. الدبل بقى هتساوي في كيو. في اللي احنا جبناها ب24، والكيو اللي هي 272. وخلي بالك من حاجة، ان الكيو اللي احنا جبناها دي بالكيلو كولوم، لانك انت ما حولتش الزمن بالكيلو ثانية، وانت استخدمته زي ما هو، ما حولتش. فبالتالي الناتج هيطلع بالكيلو جول. هتضرب دي في دي هيطلع معاك 6200 6228 6000 لحظة 6528 6528. يعني الاختيار هيكون د. تعالى نشوف الإرشاد 4. المقاومة الكهربية وقانون أوم هي ممانعة لموصل لمرور التيار الكهربي. يعني الموصل بيمانع مرور التيار الكهربي. ده ممكن يكون تعريف المقاومة، أو نقول نسبة من فرق الجهد بين طرفي الموصل إلى شدة التيار الكهربي المار فيه. في قانون أوم الفي بتساوي اي في ار، حيث أن مين بقى؟ الار دي مقاومة الموصل، وهي قيمة ثابتة بالنسبة للفي والار. هي ثابت بين مين ومين، والتناسب بين الفي والاي، وبالتالي الار بالنسبة لهم ثابتة، لأن الفي لو زادت للضعف التيار بيزيد للضعف، والار تظل كما هي. وبالتالي المقاومة لا تتغير بتغير الفي أو الاي. المقاومة ممكن تتغير بعوامل أخرى، لكن لا الفي ولا الاي يقدروا يغيروا المقاومة. السؤال اللي بعده الشكل المقابل يوضح دائرة كهربية متصل بها عدة أجهزة 1 و2 و3 و4. اختار من الجدول ما يناسب هذه الأجهزة. الأجهزة اللي بتقيس شدة التيار هي الأجهزة اللي بتوصل على التوالي. اللي بتتوصل على التوالي زي الجهاز واحد ده متوصل على التوالي، فده أميتر. واللي متوصل على التوالي مع المقاومة ده برضو أميتر. أما المتوصل على التوازي مع المقاومة دي ده فولتميتر. والمتوصل على التوازي مع البطارية ده فولتميتر. يبقى احنا عندنا 1 و2 اميتر، 1 و2 اميتر، و3 و4 فولتميتر. يعني الاختيار هيكون ج. السؤال اللي بعده قام طالب بإجراء تجربة قانون أوم من خلال استخدام بطارية ومقاومات مختلفة. مقاومة مرة 10 مرة 20 مرة 30، لكن نفس البطارية. طيب يمكن استنتاج ان شدة التيار تتناقص كلما زادت المقاومة. ده ممكن نثبته ازاي؟ مثلا لو احنا اعتبرنا ان البطارية دي قيمتها 10 فولت، البطارية 10 فولت، فلو جينا بالجهاز في الدايرة دي مثلا نحسب التيار، هنقول الاي بيساوي الفي على الار، يعني 10
على المقاومة 30 هيطلع تلت أمبير. طيب والتيار في الدايرة التانية، لو أنا اعتبرت دي 1 ودي 2 ودي 3، في ده 1 في الدايرة اللي في النص دي هنقسم ال V اللي هي 10 على المقاومة اللي هي 20 هيطلع نص أمبير. لو جبنا التيار في الدايرة التالتة وقسمنا ال10 على 10 هيطلع 1 أمبير. أكبر تيار قيمته 1 لما كانت المقاومة أقل مقاومات، يعني كل ما كانت المقاومة تقل كل ما التيار بيزيد، وبكده أقدر أثبت لك إن شدة التيار بتتناقص كلما زادت المقاومة. طيب المتغير المستقل هو المقاومة، لأن البطارية ثابتة واللي بيتغير هنا المقاومة. ماشي، المقاومة هي اللي اتغيرت وبناء عليها غيرت التيار. طب يمكن عمل نفس التجربة باستخدام دائرة واحدة تحتوي على روستات؟ أيوة، أقدر أجيب مقاومة متغيرة، مرة أخليها 10، مرة أخليها 20، مرة أخليها 30. بدل ما أعمل 3 دوائر ممكن أعمل دايرة واحدة بس أستخدم فيها روستات يحقق لي أكتر من قيمة للمقاومة. يبقى العبارات الصحيحة، كل العبارات صحيحة، يعني الاختيار الصحيح هيكون د. السؤال اللي بعده، الشكل بين المقابل يبين علاقة بين فرق الجهد وشدة التيار المار في عدة موصلات، فإن الموصل الأكبر مقاومة. بيسأل على اللي مقاومته أكبر ومعاه رسم بياني. طب تعالوا نجيب الميل ونشوف ايه علاقته بالمقاومة. فنكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، ال V بتساوي I في R. فلو جينا شطبنا على العصادات اللي هي ال V وشطبنا على السينات اللي هي ال I، هيطلع الميل هو ال R. يبقى الميل هو ال R، يبقى اللي ميله أكبر ال R ليه أكبر. خط واحد يميل على الأفق بزاوية أكبر، فبالتالي مقاومته هتبقى أكبر. الموصل الأكبر مقاومة هو 1، يبقى الإجابة ألف. طب بالنسبة من المقاومات التلاتة، عايز هو R1 إلى R2 إلى R3. احنا اتفقنا إن الميل هو تاني الزاوية، فواحد بيميل على الأفق بزاوية 15 زائد 15 زائد 30، يبقى أنت عندك هنا 60. وخط 2 ده بيميل بزاوية 15 و30 يعني 45، يبقى هنا تان 45. و3 تميل على الأفق بزاوية 30 يبقى تان 30. تان 30 بجذر 3 على 3، تان 45 بواحد، تان 60 بجذر 3. تعال نضرب هنا في جذر 3 وهنا في جذر 3 وهنا في جذر 3. هيطلع هنا 1 وهيطلع هنا جذر 3 وهيطلع هنا 3. 1 لجذر 3 ل3، يعني الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده، تتحرك الإلكترونات داخل موصل بسرعة متوسطة منتظمة سرعة انجرافية رغم تأثرها بمجال كهربي ثابت ناتج عن البطارية. يفترض إنه يعجل الإلكترونات فتزداد سرعتها بمرور الزمن، فإن السبب في عدم زيادة السرعة بمرور الزمن هو إيه؟ يعني بيقولك المفروض إن الظروف بتسمح إن الإلكترونات سرعتها تزيد، لكن ده ما بيحصلش. تفتكر السبب لإيه؟ هنقول له الإلكترونات الحرة بتبقى داخل الموصل بتتحرك حركة عشوائية، لكن لما بتيجي تطبق مجال كهربي عليها بتتأثر بقوة كهربية بتجعل ليها سرعة انجراف في اتجاه معين. لكن الإلكترونات ما تقدرش تستمر في زيادة سرعتها مع الزمن. إيه السبب بقى؟ ما هو ده عايز يدور على السبب ده. لأنها أثناء حركتها بتصطدم باستمرار بأيونات الشبكة البلورية. هذا التصادم بيؤدي إلى إن إيه بقى؟ إن ما يحصلش تسارع للإلكترونات. يبقى لو هو اتحركت الإلكترونات بدون تصادم هيحصل تعجيل، ولكن أثناء التصادم بتفقد جزء من طاقتها، وبالتكرار بتستمر السرعة اللي بيتحرك بيها الإلكترونات متوسطها ثابتة تقريبا، يعني بتتحرك بسرعة ثابتة تقريبا. يبقى هندور في الاختيارات، هل السبب انعدام القوى الكهربية المؤثرة عليها داخل الموصل؟ هنقول البطارية عملت مجال كهربي والمجال الكهربي أثر عليها بقوة كهربية. لا، في قوة كهربية. هل تساوي كتلة الإلكترون مع الشحنة؟ ده من رابع المستحيلات. الكتلة حاجة والشحنة حاجة. الكتلة 9.1 في 10 أس -31، والشحنة 1.6 في 10 أس -19. دي حاجة ودي حاجة. هل تحرك الإلكترونات في فراغ تام داخل المادة الموصلة؟ ازاي فراغ الشبكة البلورية مش بداخلها فراغ؟ يبقى السبب التصادمات المستمرة مع أيونات الشبكة البلورية الموصل، هي دي اللي بتخلي ان السرعة ما يحصلش فيها تزايد. يبقى الإجابة هتكون ب. السؤال اللي بعده، موصل كهربي يسمح بمرور شحنة كهربية، الشحنة اللي هي كيو قيمتها 60 كولوم في زمن قدره دقيقة. معاك الزمن
دقيقة يعني 60 ثانية. فإذا كان فرق الجهد بين الطرفين موصل 20 فولت فعايز المقاومة. الار بتساوي في على الاي. الفي عندنا ب20 بس التيار مش موجود، فلو حبينا نجيب التيار هنجيبه من الكيو والتي. ازاي؟ الاي بيساوي كيو على التي، يعني 60 على 60 يطلع التيار ب1 امبير. يبقى نعوض عن التيار ب1 تطلع المقاومة ب20 اوم، يعني الاختيار هيكون د. السؤال اللي بعده، إذا كان فرق الجهد بين نقطتين 12 فولت، يبقى معانا فرق الجهد بقيمة 12 وتحرك بينهما 25 في 10 أس 18 إلكترون. ده عدد الإلكترونات 25 في 10 أس 18 في ثانيتين، ده زمن 2 ثانية. فعايز مقاومة الموصل ومديني شحنة الإلكترون. هقول له المقاومة R بتساوي في على الآي. فرق الجهد عندنا بقيمة 12 والتيار مش موجود، بس نقدر نروح نجيب التيار. الاي بيساوي ان في اي على تي. عدد الالكترونات اللي هو عندك ب25 في 10 أس 18 في شحنة الالكترون هي 1.6 في 10 أس سالب 19 على الزمن اللي هو 2. هيطلع معاك الناتج 2 امبير. فتيجي هنا تعوض عن قيمة التيار ب2، يبقى المقاومة هتساوي 12 على 2 فيها 6 اوم، فيبقى الإجابة الصحيحة هتكون ب. السؤال اللي بعده، مقاومة أومية R عندما يكون فرق الجهد بين طرفيها 2 فولت يمر بها تيار شدته 2 أمبير. يبقى أنا عندي فرق الجهد في الحالة الأولى ب2 وشدة التيار في الحالة الأولى ب2، فإن فرق الجهد بين طرفيها يصبح قد إيه؟ يبقى بيسأل على فرق الجهد في الحالة التانية يصبح كام؟ عند زيادة التيار بمقدار 6، يعني I2 هنزود على الاتنين مقدار، زاد بمقدار مش زاد إلى. يعني إيه زاد بمقدار 6؟ يعني اللي هنقول كده 2 زائد 6 يبقى 8 أمبير، يبقى أصبح 8. دي كلمة زاد بمقدار، يبقى أنت تزود على 2 6 فيبقى I2 بكام؟ ب8. فأنت عارف في قانون أوم المقاومة ثابتة، فبين الفي والآي علاقة طردية. يعني أقدر أقول I1 على I2 بتساوي V1 على V2، ونعوض I1 ب2 وI2 ب8 وV1 ب2 وV2 تبقى بكام؟ دي هتروح مع دي، يبقى V2 هتبقى ب8 فولت، تصبح 8 فولت، يعني الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده، عندما تتضاعف القوى الدافعة الكهربية في الدايرة فإيه اللي يحصل؟ تتضاعف قيمة شدة التيار، صح؟ فرق الجهد والتيار بينهم تناسب طردي في حالة ثبوت المقاومة. هل تتضاعف قيمة المقاومة؟ المقاومة لن يؤثر فيها لا تيار ولا يؤثر فيها فرق جهد. هل تتضاعف قيمة كل من شدة التيار والمقاومة؟ المقاومة لن تتأثر بمضاعفة القوى الدافعة. تزداد قيمة كل من شدة التيار والمقاومة؟ لا، هي الإجابة هتكون ألف. السؤال اللي بعده، في دائرة المقابلة عندما يتم سحب منزلق الريستات ببطء وبسرعة ثابتة في الاتجاه الموضح، فإن الشكل معبر عن تغير قراءتي الأميتر والفولتميتر هو إيه؟ طبعا الرسمة دي بتعبر عن تحقيق قانون أوم عمليا. المفروض ان الريستات لما الزالق يتحرك في هذا الاتجاه يبقى المقاومة هتقل، وده معناه ان التيار الكلي هيزداد، وفرق الجهد اللي هو اي في ار نتيجة زيادة التيار هو كمان هيزداد لان المقاومة ثابتة. فعايزين نقول ان العلاقة اللي بين الفي والاي علاقة او تناسب طردي، فمفيش حاجة تعبر عن ده غير الاختيار ايه. هو ده الاختيار الصحيح، يعني الاختيار هيكون الف.